ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. معاكم هبة من قناة وصفات طبيعية لجمالك. الوصفة النهاردة بسيطة خالص خالص للبشرة الدهنية. لان في بنوتة طلبت مني وصفات للبشرة الدهنية، لان لما بتحط ميك اب بيبدأ يسيح وبشرتها بتسيل دهون كتير. فالوصفة دي بإذن الله هتعجبك، بسيطة وسهلة خالص. زي ما انت شايفة دي ثمرة كاكا، اكيد عارفينها، اللي هي تشبه الطماطم، بس هي مش طماطم، لا دي ثمرة الكاكا. لو تعرفوها، معرفش اسمها ايه في الدول العربية بصراحة. وهنحتاج نشا. ثمرة الكاكا معروفة، بتعطي زي جفاف، لما بتاكليها حتى بتلاقي ريقك نشف. فهتلاقيها جميلة جدا على البشرة، بتمتص منها الزيوت وهتجففها نهائي. وعلشان كده انا بقول للبشرة الدهنية، لكن البشرة الجافة ما تستعمليهاش، لا ده هي للبشرة الدهنية فقط، لان هي بتدي جفاف جامد جدا. وهفركها بالشكل ده كده. طبعا لو تقدري تشيلي القشرة منها شيليها، مش هتقدري مفيش اي مشكلة، سيبيها فيها كده. شايفين بقت عاملة ازاي؟ اهي بالشكل ده كده. طبعا دي كمية كبيرة، ممكن تعمليها وتحتفظي بيها حوالي 3 ايام في التلاجة. المهم ان انت تحطيها في التلاجة، لان الثمرة ممكن طبعا تتلف وتبوظ. لو مش هتستعمليها تقدري تاخدي منها مثلا نصها والنص التاني تاكليه مثلا، او تحتفظي بيه، بس الافضل يعني ان انت ما تحتفظيش بيها كتير. تمام. وهجيب النشا كده. النشا طبعا معروفة للبشرة الدهنية، بتجفف البشرة كويس جدا. هحط كده معلقة كبيرة على الثمرة اهو بالشكل ده كده. طبعا لو هتعملي مثلا نصها حطي معلقة صغيرة، لو هتعملي نص الثمرة. وهقلبهم كده مع بعض اهو كده بالشكل ده. وهتبدأي طبعا تكوني غاسلة وشك كويس جدا، ما تكونيش حاطة فيه اي كريمات ولا حاطة فيه اي حاجة. اهو بالشكل ده كده. انا دايما لما باجي اعمل ماسك لوشي بس لازم احطه بالفرشة. حاولي ما تحطيش الماسكات بايديكي، لان ممكن ايديكي تكون فيها بكتيريا او تكون فيها اي شيء ممكن يعدي بشرتك ويسبب حبوب ويسبب بقى التهابات. معظم الحاجات المشاكل اللي بتبقى على البشرة ممكن يكون سببها الايد. ايديكي ممكن يكون تنقل حاجة لبشرتك. فانت حاولي لو هتحطي ماسكات كريمات اي شيء استعملي فرشة او اسبونشة، وابدأي وزعي بيها الكريم او الماسك او اي شيء، لكن رجاء ما تستعمليش ايديكي. الايد ممكن تنقل اي حاجة لبشرتك تسبب لك حبوب وتسبب لك مشاكل. انا بستعمل الفرشة دي جايباها بتاعة ماك، كنت جايباها من جروب على الفيسبوك. كنت جايبة طقم كامل، فلو حابين ان انا اديكوا الرابط بتاع الجروب هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. والفرشة اللي هي المسطحة دي دايما بستعملها للماسكات. دي اهي كنت عاملة بيها الماسك اللي هو بتاع الكركم للبشرة، كنت عاملاه اخر مرة. والمرة دي هحط الماسك ده اللي انا عملته معاكم لتجفيف البشرة اهو بالطريقة دي. وتبدأي تدهني وشك كده بالفرشة بالطريقة دي. على فكرة الفرشة او الاسبونشة بتوزع حلو جدا، افضل من ان انتي تعملي بايديكي. يعني شايفين الفرشة حطيت لي كمية بسيطة، تقدري تحطي تاني عادي جدا مفيش اي مشكلة بالشكل ده. بس وتسيبيها لما تجف خالص، وبعدين تغسلي وشك بمية فترة، وانت هتلاحظي وشك جف والدهون بدأت تقل من بشرتك. دي الوصفة بتاعت النهاردة، ان شاء الله كده تكون عجبتكم، وان شاء الله حبايبي اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.